زود جنيه، اعمل باكج او اعمل خصم وشوف النتيجه. اسمع يا ابن ابني، لو فتح مشروع التسعير مش هزار. لو سعرت غلط هتلاقي نفسك شغال طول الشهر والفلوس بتتبخر اسرع من بخار القهوه. اول قاعده، غطي مصاريفك الاول. يعني كل جنيه ايجار وخامات ومرتبات لازم يرجع لك. اللي ما يحسبش مصاريفه زي اللي بيطبخ ومش عارف عنده ايه في التلاجة. ما تفرطنيش يا ابني، فاهم ولا لا؟ تاني قاعده، حدد هامش ربح معقول. ما تصدمش نفسك وتقول اكسب قليل وبيع كتير، وما تبالغش وتقول اكسب كتير وشوف مين يشتري. الزبون اذكى مما تتخيل، بيشوف الجوده والسعر واللي بيلاقيه منطقي هو اللي بيكسب قلبه. تالت قاعده، بص حوالينا، السوق عامل زي السفره، كل واحد حاطط طبقه، ولو طبقك غالي قوي محدش هيقرب له، ولو رخيص قوي هيشكوا فيه وهيقول لك انت حاطط لحم حمير ولا ايه. رابع قاعده، القيمه اهم من الرقم. الزبون ممكن يدفع 200 في حاجه سعرها 100، بس لو حس انك بتديله جوده وراحه وامان وتجربه مختلفه، القيمه يا واد هي اللي بتخلي السعر مقبول. خامس قاعده، جرب واختبر السعر، ما هي شهيه منزله. زود جنيه، اعمل باكج او اعمل خصم وشوف النتيجه. اللي هيقول لك السعر الصح مش الآلة حاسبة، لا السوق. عارف ايه اغبى حاجه يا واد؟ اللي يحط سعره زي ما هو سنين من غير ما يراجع ويشوف التكاليف عماله تزيد ولا لا. طب السوق بيتغير ولا لا؟ الزبون كمان بقى اذكى من الاول. الخلاصه يا واد، التسعير مش رقم، تسعير فن وسياسه. غطي مصاريفك، زود قيمتك، وخليك واقعي مع السوق، وجرب طول ما انت شغال. اللي يحط السعر صح يبقى ماشي في السكه الصح. زمانك لسه ما نضجتش يا واد، بس هتعرف ان اللي بيلعب لعبه التسعير صح عمره ما بيخسر. وتابعني عشان تكسب يا واد.